الافراح بتاعتنا. نفسي اعرف احنا استقينا الحاجات اللي بتحصل فيها دلوقتي من انهي دولة. يعني لو حد قال لي ان من الدول الاوروبية هقول حرام، يعني افترى، لا عند كده ولا. ده هم بلاقيهم نازلين في الفرح بتاعهم من كام سلمة كده، العريس والعروسة والمعازيم مستنيينهم مصطفين وبيسقفوا وفي مكان خضرة، مش فاضل للعروسة بس غير انها ايه، تلبس طرحة. في دي هم مظلومين. فانا مش عارفه ايه الهيصه والضجيج والعروسه ترقص والبنات اللي حواليها. ما بقيناش فاهمين مين العروسه فيهم، من غير بس من لون الفستان ان هو ابيض. والمكياج نفخ شفايف ونفخ خدود وتغيير لون العينين، نشيل الحواجب ونحط حواجب. الرموش اللي هي يعني لازم يخلوا بينها وبين الناس مترين وهم بيتكلموا عشان المرور بتاع الرموش. وتبقى العروسة اساسا قريبتي وعارفاها ما بتعرفش ترقص، طول عمرها ما بتعرفش ترقص. اجي يوم الفرح الاقيها ايه ده، كنت بتحضري الفرح ولا وبتجيبي الجهاز ولا بتحضري الايه؟ فاللي بيحصل يوم الفرح ده يعني دخيل علينا. كمان الصرف الكتير، بيبقى العريس عمال يشتغل ودايخ ويسخن وامه تحط له الكمادات ويقوم ناطر الكمادات كده براسه جاري. ايه يا ابني، اصل انا عندي ورديه والمدير هيعدي وعندي شغل وما ينفعش لغايه ما يجيب 100,000 جنيه علشان يروحوا يضيعوهم في ليلة واحدة أو ربع ليلة بالليل. المفروض إن الإنسان كمان ما بيتجزأش. يعني أنا لا يمكن حد فينا بيرقص قدام حد غريب. تمام في الأيام العادية، نيجي في يوم الفرح لا يا عم، ده فرح كله يرقص والطبل ودندن لدرجة ما نعرفش نكلم حد. ما تعرفش ليه، اصل الساوندات دي ولا السماعات دي شغالة قد كده على دماغنا. في حاجة كمان، يعني ساعة العريس والعروسة ما هم قاعدين كله بيطلع بقى وايه ويتصور معاه، والله بتكسف. انا بفضل قاعدة على الترابيزة مكسوفة اروح اسلم على العريس اللي هو ابن اختي او العروسة اللي هي بنت اخويا. انا بتكسف اطلع بس من الشباب اللي عمال يرقص. هو الحاجة الوحيدة اللي بتقعدني يعني على الترابيزة ان انا ببقى مستنية الجاتوه. يعني ما اخفيش عليكم، الجاتو لحوم، بس يا ريت تبقى لحوم مش مجمدة عشان بفهمها. هو ده بالنسبة لي الفرح. انما الضجيج والهيصة المستحدثة، احنا عايزين ندور من تاني على التقاليد المصرية القديمة، بنسميها ايه، الموروثات، الحاجات اللي احنا وارثينها من اهالينا. افراحنا كانت شكلها ايه؟ يعني اي دولة من الدول اجمل ما فيها ان هي ايه، التراث. التراث بتاعها يقول لك يا سلام تراث الدولة الفلانية ونمشي عليه. طب فين تراثنا احنا ايه الدربكة اللي شغالة دندرا وايه الله. فحبة حاجات هنستمر عليها. وبعدين شفتوا اسعار المكياج والنظام الجديد اللي شغالين فيه، تغيير الوش خالص. تغيير الوش ده خالص معناها ان انا كارهه نفسي وبحول نفسي لإنسانة تانية. يبقى كده مش عارفة يعني، عايزة أعرف علماء النفس يوافقوني ولا لأ. لما اجي اغير شكلي كله يبقى انا اساسا مش متصالحه مع نفسي، انا مش حابه نفسي. لكن حته حبي لشكلي
أي نعم صحيح، صحيح إحنا بنحتاج بعض الأحيان بنبقى مرهقين، فبنحتاج حاجة خفيفة كده إن هي يعني تضيّع وشنا ساعات بيبقى مشبّر. مشبّر دي يعني زي لإخواتنا العرب زي الشبورة اللي بتبقى في الجو، فوشنا بيبقى متغيّر، فبنحتاج نغيّره بتنت بأي حاجة. لكن الجمال لو ما كانش جمال من جوّه الإنسان ويطلع على وشه، كل دي حاجات ده رأيي الخاص طبعًا، مش بافرض رأيي على حد. آآ فإحنا يعني أوضاعنا الاقتصادية مش اللي هي تتحمّل إننا البنت الفلانية رايحة حاطة مكياج ب3000، 4000، ده البنات، إنما مكياج العروسة ده له سعر أعلى، وله وضع خاص. في ظل أوضاع اقتصادية يعني بعض البيوت بتبقى عاينة هَم، يعني لمّا نروح لها بتبقى عاينة هَم أسعار الأكل وأسعار كذا. طب روحي الفرح تلاقيها اللي حوّشته بالنكلة وبالمليم، بالنكلة وبالمليم، رايحة آآ صرفاه في ليلة واحدة. ماله الأفراح لمّا تبقى هادية وتبقى بسيطة والفرحة في القلب، والتكلفة كمان، يعني رفقًا بالشباب، رفقًا بالآباء والأمهات. وعايزين يا جماعة يعني نعمل هاشتاجات كده خاصة بينا، إن إحنا نغيّر أوضاع تبعًا لأوضاعنا. يعني ماشي اللي غني أنت يا عم خُد راحتك، إنما إحنا أوضاعنا كلّها ظروفنا المادية بيبقى في عندنا أولويات كتير، فلازم نغيّر الحاجات دي. فأنا عايزاكم تقولوا لي في الكومنتات إن إحنا نعمل إزاي نغيّر في نظام الحاجات الكتيرة اللي بنجيبها للعروسة ونقطم ضهر أبوها قبل ما تتجوّز يعني، علشان خاطر نبقى متشرّفين ويبقى قدّام الناس بقى إحنا عيلة وجايبين، الحكاية كلّها بهرجة. بينما الراجل يا عيني بيفضل سنين عمره يا إما يتسجن، يا إما يدفع الفواتير بتاعة الجهاز، اللي هي الحاجات اللي بالزيادة. ففي أشياء بنحب نغيّرها.